راح اقول لك لويش. اولا المغرب رفضت انه تحط ايدها بايد بشار الاسد اللي قتل كل سوريا وقتل كل السوريين وهجر كل السوريين وقتل اطفال سوريا، واللي دخل الايرانيين لسوريا ودخل الروس لسوريا. لهيك المغرب رفضت ان تساعد سوريا وتبعت مساعدات لسوريا. وانا كسوري بقول شكرا للمغرب، وعاش المغرب وعاش الملك وعاشت سوريا حرة أبية. وبرجع بقول شكرا للمغرب من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي. وأنا أحط لكم هسه فيديو يا جماعة الخير، راح أحط لكم فيديو أخ جزائري حر عم يحكي في أرض الواقع في مدينة إدلب، وعم يحكي في أرض الواقع. وشوفوا شو عم يحكي يا جماعة الخير. يا إخواني في الجزائر، أنا جزائري اسمعوها مني، والله أنا الآن في محرر، أنا الآن بين شعبي وبين السوريين. أقول لكم والله النظام يكذب عليكم، الحكومة الجزائرية تكذب عليكم. ساعدوا بشار، يعقل بشار، معه الطائرات معه الصواريخ مع الكيماوي ومعه إيران والروس وكل أعداء الله عز وجل، وتبعثوا له إغاثات وإعانات وحماية مدنية جزائرية وتتركون هذا الشعب. انظري هذا الشعب، من عنده هذا الشعب يا إخوة؟ ولكن أهل الشام أهل سوريا الله عز وجل رغم الزلازل ورغم القش يهيئهم لأمر عظيم. بإذن الله هذا الشعب يدافع عن أمة كاملة، هذا الشعب يدافع عن أمة كاملة.